مساء الخير بنات، شلونكم حبيباتي؟ شخباركم؟ اليوم رجعنا وياكم نسوي الشيرة الحلويات او القطر. بنات هسه عندنا هنا ناخذ كوبين من الشكر. هاي هسه قدامكم راح اخلي كوبين من الشكر. هذا عندي كوب. بكوب القياس بنات هذا واحد. هذا واحد. راح اخلي هسه الثاني. هذا الثاني. هاي هسه صار عندي كوبين. راح اخلي عليهم ملعقة يعني خاشوقة ماء شاي من الهيل مطحون. وهسه راح اخلي عليهن من هنا كوب واحد، كوب قياس واحد من المي. هذا راح اخليه فوقاهم. هسه راح اخليهم على الطباخ الى ان شوية يغلي. اذب عليها ليمون او لامندوزي، خاشوقة هم مالت شاي لامندوزي، لو الليمون اعصره عليها. هسه راح نروح وياكم. هسه شغلت النار، راح اخليها عليهم شوية حركة حتى يذوب عندي الشكر. بنات انا هسه راح ما اخلي عليه لامندوزي، راح اسوي عليه عصرة ليمون. اذا تردين تسوين كمية كبيرة يعني يصيرن 4 شكر و2 مي. بنات هسه بدا هذا يذوب عندي الشكر. شوفوا ابدا احرك بيه حتى ياخذ فوره. هاي بنات هاي الشيرة شوفوها بدت تغلي عندي. هسه راح اخلي عليها الليمون. هذا الليمون راح اعصر عليها. اذا ما موجود عندك حطي لامندوزي عاد. هاي هسه خليت عليها. اتركها تغلي شوية 10 دقايق 5. هسه راح انص عليها النار. هذا بنات هسه هذا شكلها. راح اطفي عليها النار واتركها تبرد، وبعدين تشوفون شكلها النهائي. وهاي بنات الشيرة او القطر مالتنا بعد ما خليته بالثلاجة بس ساعتين بس الى اكثر يعني تصير بعد احسن من هاي. شوفوا هذا بنات شلون صارت. هذا بنات للحلويات. انا هسه راح اخليه بهاي الحافظة واضمه بالثلاجة. ايش وقت ما اريد اسوي حلويات. هاي شوفوا شلون هذا السمك مالته. هاي بنات شوفوا. هسه راح اخليه بالثلاجة احتفظ بيه يبقى عندك مدة اطول ما عليه. وشكرا حبيباتي لمتابعتكم. مع السلامة.